كشف المعلق الجزائري حفيظ الدراجي حقيقة مغادرته لمجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك بعد انتشار بشكل كبير لخبر مفاده أنه تم اعتقاله بتركيا. وذكر حفيظ الدراجي في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام قائلا: ما يتم تداوله منذ ساعات بعيدة تماما عن الصحة، أنا بخير، ولم يتم اعتقالي مثل ما يردد البعض، أتمنى من البعض تحري بدقة. وأضاف الدراجي قائلا: لم تتم مضايقتي بدولة تركيا نهائيا، الآن أنا بالديار القطرية أواصل عملي داخل مجموعة قنوات بي إن سبورت، وزيارتي إلى تركيا مرت بشكل عادي. جدير بالذكر أن تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية اعتقال المعلق الجزائري، وذلك بعد زيارته الأخيرة لتركيا، وهناك من ذهب إلى اتهامه بأن سبب اعتقاله هو تورطه في قضية متعلقة بالدعارة.